السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفة مفيش اختلاف عليها، وصفة من الوصفات المصرية الأصيلة، القرص الفلاحي. وهنعملها النهارده بالقشطة وهنعجنها باللبن الرايب، وهقولك على أسرارها وازاي تطلع معاكي تحفة وتسويتها مظبوطة. القرص الفلاحي مختلفة تماما عن القرص اللي بنجيبها من الفرن. احنا مش عايزين ناكل عيش فينو، أنا عايزة آكل قرص فلاحي معمولة على أصولها. تعالي نعملها النهارده مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. بس لو أول مرة تشوفيني أتمنى إن انتي تشتركي معايا بالقناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة جبت عندي كيلو دقيق منخول، الدقيق ده بيكون دقيق مخصص للمخبوزات. وعندي هنا نص كيلو لبن رايب، وهقولك ازاي تعمليه في البيت، مش لازم تشتريه من بره. وعندي هنا كوباية وربع من القشطة وكوباية زيت، كوباية من السمسم، عجوة مفرومة. واستخدمت هنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، رشة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هجيب طبق كبير غويط وهحط فيه الدقيق، وهبتدي أضيف عليه المكونات الجافة. هحط السمسم، البيكنج باودر، رشة الملح، السكر، الخميرة، وهقلبهم كلهم كويس مع بعض. بالنسبة للمادة الدهنية اللي أنا استخدمتها هنا، استخدمت القشطة، بتدي طراوة جميلة جدا للعجينة وبتخليها هشة وطرية وجميلة. واستخدمت الزيت، المقدار بتاعها بيبقى تلت كمية الدقيق. يعني أنا دلوقتي عندي كيلو دقيق حطيت تلته مادة دهنية، اللي هو عبارة عن القشطة والزيت. ممكن ان انت تستبدلي القشطة وتحطي بدلها زبدة، مفيش مشكلة، وممكن تستخدمي زيت بس بصراحة القشطة البلدي، أنا دي عندي القشطة بتاعت وش اللبن البلدي بجمعه عندي وبخليه بستخدمه في المعجنات أو في المخبوزات. بتفرق جدا في الطعم وبتديله طراوة وطعم تحفة. لو حابة تستخدميها بالزيت مفيش مشكلة، بس طبعا القشطة هتخليها طرية وهتبقى أحلى. هبتدي بقى إن أنا أفرك الدقيق مع المادة الدهنية اللي عندي مع القشطة ومع الزيت كويس. أنا عايزاكي تغلفي كل حبيبات الدقيق عندك، عايزاكي تغلفيها كلها بالقشطة والزيت. أفضل أفرك فيها كلها كده بإيدي حلو جدا، ما سيبش أي حاجة من الدقيق ما تغلفتش عندي بالمادة الدهنية، لحد لما توصل معايا للملمس اللي هي بتبقى زي الرمل، حبيبات الرمل. وبعدين هبتدي أضيف عندي اللبن الرايب. اللبن الرايب هضيفه عندي بالتدريج. طب أنا إزاي أقدر أعمله في البيت، مش لازم أشتريه من بره؟ هتجيبي نص كيلو لبن، لبن بلدي عادي، وهتحطيه في حلة عندك استانلس أو في أي حاجة فخار، علشان أنا مش عايزة طعمه يمرر. وهسيبه لتاني يوم الصبح في المطبخ عندي عادي. هتقومي تاني يوم تلاقي معاكي أحلى لبن رايب معمول، مش لازم تجيبيه من بره. أنا هنا خلاص بلم العجينة، طبعا بضيف اللبن بالتدريج وابتدي أعجن فيها وألمها لحد لما تطلع معايا عجينة هشة وطرية، زي ما انتي شايفة ما بتلزقش في الإيد، طرية جدا. سِبت هنا العجينة ترتاح بس 10 دقايق، وبعدين هابتدي أقسّمها عندي. أنا خدت الجزء الأولاني ده حابة إن أنا أعمله منين بالعجوة وأحشيه كده بالعجوة، والجزء التاني هابتدي أعمل منه القرص السادة عندي. هابتدي أقطّع العجينة عندي لكِوَر، وأحاول أخلّي حجمها كلّها يبقى واحد عشان يطلع كلّها شكلها مضبوط وشكلها جميل. هاعمل الكمية كلّها عندي بنفس الشكل لحد لمّا أخلّص العجينة عندي القرص السادة كلّها. أنا هنا مدياكِ مقادير تقدري تعملي بيها كيلو واحد من الدقيق، لو أنتِ حابة تضاعفي الكمية ما فيش أي مشكلة. وبعد التسوية تقدري تسيبيها تتهوى كويس، وبعدين بتشيليها عندِك في أكياس وتحطيها عندِك في الفريزر، وقبل ما تيجي تستخدميها بساعة بتطلعيها بتطلع معاكِ كأنها لسه طازة ولسه معمولة، وبيبقى طعمها تحفة. ما شاء الله القرص دي لما بتتعمل بتبقى خير، وبتبقى موجودة في البيت بتبقى حلوة جدًا. في أي وقت ممكن الولاد ياكلوا منها مع كوباية شاي بلبن، سواء بقى في الفطار أو في العشاء، سادة أو بعجوة، بيبقى طعمها في منتهى الجمال، وبتبقى برضه مغذية وطعمها لذيذ وحلوة، وبتختلف تماما عن القرص بتاعة الأفران. هنا أنا خلصتهم خلاص كلهم، وهبتدي بأول كورة أنا عملتها. ابتدي إن أنا بقى أقرص كده العجينة، إن أنا أعملها شكل القرص، خلاص ما بتاخدش معايا وقت وبتتفرد معايا على طول. وأحاول إن أنا أظبط السمك بتاعها إن هو يبقى متوسط، ما تبقاش تخينة قوي، لأن خدي بالك هي لسه هتخمر مرة تانية وهيتضاعف الحجم بتاعها. هبتدي أظبط الشكل بتاعها وأخليهم كلهم نفس الحجم.
لحد لما أخلص الكمية اللي عندي. هبتدي أرصها عندي في الصاج عشان هسيبها لحد لما تخمر ويتضاعف حجمها. وبعدين هبتدي أجهز العجينة اللي أنا هحشيها بالعجوة. هعمل منها هنا شكلين. أول شكل اللي هو بيسموه المنين بالعجوة أو كعب الغزال. بتفرديها عندك كويس وتخلي سمكها يبقى متوسط، ما تبقاش رفيعة قوي. وبعدين هقطعها عندي لشكل كده متناسق كده، شكل مستطيل. وهكون برضو جبت عندي العجوة، والعجوة بفردها ما بين كيسين علشان عايزاها برضو يبقى سمكها رفيع. لما اجي ألفها رول يبقى مظبوطة وكويسة. وبتحطيها ما بين كيسين عشان ما تلزقش معاكي. وأغطي بيها الجزء بتاع العجينة زي ما انتي شايفة كده. وهبتدي ان انا اعملها شكل رول كده واظبطها وافردها كويس. وابتدي بقى ان انا اقطع منها قطع، واحاول اخلي القطع كلها تبقى نفس الحجم. بصي ما شاء الله شكلها ملفوفة ازاي، جميلة جدا، وطبقات العجوة من جوه عاملة ازاي، شكلها تحفة. لحد لما اخلص الكمية اللي عندي كلها اقطعها كلها نفس الحجم. فكرة تشكيل العجينة دي حاجة بترجع لك، مفيش فيها أي مشكلة. حابة بقى تعملي الشكل ده، حابة تعملي شكل رول، حابة تعمليها زي الكحك القرص اللي هي المدورة دي وتحشيها من جوه بالعجوة، براحتك. التشكيل ده حاجة بترجع لك. ده شكل تاني أنا هعمله، هفرد بيه برضو العجينة، وهحاول برضو أخلي السمك بتاعها يبقى متوسط، ما تبقاش رفيعة قوي. وهحط عندي هنا العجوة أعملها زي رول كده، وأقطعها عندي لقطع. ده شكل تاني برضو أنا عملته. تحاولي بس تفرديها كويس، وبعدين تقطعيها كلها القطع متساوية. خلاص كده هحطها عندي كلها في الصاج وهرصها، وهسيبها بقى لحد لما يتضاعف حجمها. بصي حجمها دلوقتي عامل ازاي، وهوريكي بعد لما تخمر هيبقى شكلها عامل ازاي. كده كانت خمرت معايا، بصي الحجم تضاعف ازاي. بالنسبة للجزء اللي أنا عملته بالعجوة، جبت هنا صفار بيضة وعليها معلقة لبن ورشة بسيطة من النسكافيه علشان ما يبقاش فيه أي ريحة زفارة للبيض. هدهن بيه المنين بالعجوة، أنا عايزاه يديله كده لمعة ولون جميل. وهبتدي أضيف على وشه السمسم. بالنسبة للقرص السادة أنا مش هدهن وشها خالص، هي هتتحمر لوحدها في الفرن مع سخونة الفرن مع القشطة مع الزيت، هتتحمر وهتبقى تحفة وهتبقى جميلة. خلاص كده هرش على وشه السمسم، وبعدين هدخله على فرن سخن على درجة حرارة 200. هحطه في الرف الأسفل يتحمر الأول ويستوي كويس من تحت، وبعدين أحمر الوش. ما شاء الله، يعني الصورة بتتكلم على نفسها. بصوا شكلها تحفة ازاي. كانت ريحة البيت رهيبة بجد. المخبوزات في البيت بتبقى في منتهى الجمال. بصي التحمير بتاعها من فوق ومن تحت، أنا هنا ما دهنتش أي حاجة، هو ده التحمير الطبيعي بتاع الفرن. وهفتحها كمان وهوريها لك من جوه. ما شاء الله هشة وطرية وفي منتهى الجمال. القشطة مع اللبن الرايب بيديها طراوة وبتبقى هشة وطعمها تحفة. وهوريكي كمان الجزء اللي أنا عملته بالعجوة. بصي ما شاء الله التحمير عامل ازاي، مستوية، وكانت ريحتها رهيبة. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، لو مشيتي على المقادير مظبوطة هيطلع معاكي أحلى قرص فلاحي هتاكليها في حياتك. هوريكي كمان الشكل التاني اللي احنا عملناه. ما شاء الله بصي كمان الطبقات العجوة من جوه شكلها جميل وتحفة ازاي، وكانت هشة ولذيذة جدا. هتحضري بقى كوباية شاي حلوة كده وتقعدي بقى في الفطار تاخديها، أو ممكن كمان تاخديها في العشاء، خفيفة وهشة ولذيذة. وكمان لو عندك ضيوف شكلها شيك وراقي قوي، لو تقدميها مع الشاي هتبقى جميلة جدا. أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هستنى تعليقاتكم لما تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. وما تنسوش إن انتوا تشتركوا معايا بالقناة، وما تنسوش اللايك والشير. شكرا ليكم.